يا ترى كيف التعامل مع شخصياتهم؟ يا ترى كيف يذل العامل إذلالا لا يعلم أمره إلا الله؟ يا ترى ماذا نحن قدمنا لهم؟ إن من توفيق الله تعالى لهذه البلاد أن هيأ الله جل وعلا لها عقولا وأيد عاملة تفد إلى هذه البلاد، تقصدها لكسب الأرزاق، وتقصدها لطلب المعيشة، وتقصدها من أجل الكفاف. إن هذه البلاد أيها الأحبة في الله يقصدها الآن في هذا الزمن القاصدون ويأتيها الوافدون. يا ترى كيف تعاملنا مع هذه الفئة؟ وهذه الخطبة رسالة لنفسي ولكل من تصل إليه ولكل من تنقل إليه. دموع المقيمين من يكفكفها؟ دموع المقيمين من يكفكفها؟ إنني أجزم أن هناك ظلم يفعل، وإذا أردتم أن تعرفون الظلم فاذهبوا يوم الدوام وانظروا أعداد الذين يقفون عند مكاتب العمل، وانظروا أعداد الذين يقفون عند أبواب الجوازات، انظروا أعداد الذين يشتكون في الحقوق، واذهبوا إلى التحقيق والادعاء العام. هذه الأعداد المهولة لماذا خرجت؟ هذه الأعداد المهولة لماذا خرجت؟ هؤلاء الذين يسكنون بيننا، هؤلاء الذين يقومون بإنشاء بيوتنا، والذين يسلكون أمرنا ويحملون متاعنا ويعينوننا في شأننا، أهذا يكافأ أن يظل سنوات لا يعرف له حقا بل حقوقه مهدرة؟ إذا ذهبنا إلى تلك الأماكن ورأينا، والله ما تسمع إنسانا إلا يحكي لك. أنا ما رأيت، لكن قرأت واطلعت وكثرت الشكاية، فاسمعوا معي هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم، سماهم إخوان. هذا المقيم، هذا الذي من أي جنسية، من عربية أو غير عربية، مهما كانت أعطتك الدنيا أن تكون أنت المسؤول عنه أو أنت صاحب التفويض، فاسمع حديث رسولك صلى الله عليه وسلم: إخوانكم، سماهم إخوان. إخوانكم خولكم، أي خدمكم أو العاملين تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لذلك أيها المسلمون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قهر الرجال يوم أن تذل، يوم أن تهان، يوم أن لا تكرم، يوم أن يقف ذلك العامل ينتظر حضرتك وجلالتك ومكانتك يوم ويومين عشان ترد عليه، يوم أن ينتظر فخامتك ورئاستك العظيمة عند مكتبك أو عند مكانك أو غير ذلك وينتظر أن ترد عليه. لو قدم خطابا للمقام السامي لردوا عليه ببرقية. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كم من عاملة سافرت إلى بلادها قيل لها وقعي على الورقة إن أردت السفر، وباقي 7 رواتب و8 رواتب. وقعت لأنها تنتظر أولادها، وقعت لأنها مقهورة. وقع العامل مسكين على ورقة المخالصة لأنه مسكين يبغى يسافر خلاص، وهو لم يستلم رواتبه ولم يعطى حقه. من الذي أباح هذا؟ من الذي أجاز هذا؟ من الذي أجاز هذا؟ ثم أعظم مصيبة أن يوقع العامل على بياض ولا يعرف ماذا وقع عليه، لا يعرف ماذا وقع عليه، لأنه مضطر، لأنه غصب. أما لو بين له الحق وأعطي أمره فقد برئت ذمتك وذمتي وبرئت ذمة كل إنسان. لكن يوم أن يبخس الأجير، كم من عامل الآن ينتظر صاحب بقالة سوف يسافر مع الأيام؟ كم عدد الذين رحلوا من البلاد خلال الأيام الماضية؟ فكر لعل عليك ديون عند صاحب بقالة أو مغسلة أو بوفية أو مطعم أو غير ذلك ما سددته. اقرأوا سورة الحديد
وانظروا ماذا عاقب الله جل وعلا من أعطاهم الله النعم أزالها الله. اقرأوا سورة القلم وانظروا إلى أصحاب القرية ماذا فعل الله جل وعلا بأملاكهم وخيراتهم وأمورهم. وأنتم تقرؤون سورة الكهف اليوم ورأيتم كيف الأخ ينصح أخيه، ورأيتم كيف الأخ يحاول أن يبين لأخيه النصح وما يسمع، ولكن النتيجة أن جعلها الله حصيبا خامدة لا ترى فيها شيئا.